كنت كنظن بان كثر التمرين هو الحل، وكنت كنتريني لواحد الساعات طويله، ولكن ما كنتش عارف شنو هو معنى البناء العضلي الحقيقي. اول بدايات ديالي في لونطريما بديت برياضه الكاليستينيكس. كما كنعرفوا رياضه الكاليستينيكس الاساسيات ديالها هي البول اب، البوش ابس، والديبس والماسل اب. يعني هاد الاساسيات بديت بهم هما الاولى. كل نهار كنت كنتريني لساعات طويله، كنت كنتريني بزاف، يعني تقريبا كنت كنتريني يوميا، لانني كنت كنبغي هاد الرياضه بزاف وكان عندي حب ليها كبير. ولكن الجسم ديالي ما كانش كيتبدل. كنت كنتطور من المهارات ديالي، ولكن الجسم ديالي كيبقى ثابت، يعني ما كاينش واحد ديفلوبمون على البادي ديالي. وهنا فهمت واحد الحاجه، المشكل ما كانش في الجسم ديالي، ولكن المشكل كانت في العقليه ديالي وفي الطريقه ديال الخدمه ديالي في لونطريمون. ما كنتش فاهم معنى التغذيه، وما كنتش فاهم معنى الريكيفاري، لان الجسم كيحتاج الراحه باش يبني ماسلز حسن وتطوير حسن. كنت كنظن بلا الطريقه هي الطريقه الصحيحه اللي غتوصلني لواحد النتائج اللي زوينه، ولكن الحقيقه ان الجسم محتاج راحه باش يقدر يبني راسو محسن. حتى المهارات كيحتاجوا واحد الريكيفاري باش تطور من النيفو ديالك وتنقص من الاصابات. وهنا بديت كنتعلم كيفاش نقدر ناكل، كيفاش نقدر نرتاح، واهم حاجه كيفاش نقدر نسمع للجسم ديالي. وهنا تعلمت ان الصبر هو مفتاح هاد اللعبه هذه. وكل مرحله كنت كتعلمني خطا جديد، وكل خطا كان كيقربني للنسخه اللي بغيت نولي. ومن 57 كيلوغرام الجسم ديالي بدا كيتبدل تدريجيا، ماشي بسرعه وماشي بسهوله، ولكن مع الاستمراريه قدرت نبدل الجسم ديالي مع الصبر. واهم حاجه قدرت نتعلمها هي انني ما عطيتش الاعذار لنفسي، وحاولت نتعلم من كل خطا واجهته وتعلمت منه. وهاد العقليه ما عاونتنيش غير في الرياضه، عاونتني في الحياه كامله، كيفاش ندير نصبر، وفي الخدمه ديالي، وفي الانضباط، وبزاف ديال المسائل اللي قدرت نتعلمهم مع الاستمراريه. واهم حاجه وهي كيفاش نقدر ناخذ الامور كلها بجديه وبطريقه مزيانه، لانني تعلمت بزاف ديال الحوايج من داكشي ولا من التجربه اللي دوزت. واليوم وصلت لواحد المرحله وليت نعرف كيفاش نتريني بذكاء، كيفاش نتريني بطريقه مزيانه، وليت قادر انني نعاون الناس باش يقدروا يطوروا حتى من راسهم. والمراحل الصعيبه اللي دازت ما كانتش خساره، تعلمت منها بزاف ديال الحوايج اللي فادوني في هذه المرحله اللي وصلت لها دابا. ملي كنشوف 7 سنين اللي دازوا كنفهم بان الوقت غادي يدوز سواء ترينيتي ولا ما ترينيتيش. لكن الفرق فين كاين هو فاش ان الوقت اللي داز واش استغليتيه في حاجه مزيانه ولا لا. الا خديتي الاعذار من الاول فراه 7 سنين دايزه وبدون نتائج وبدون تغيير. ولكن لونطرينمون علمني بزاف ديال الحوايج، علمني كيفاش ندير نضابط، علمني كيفاش ندير نصبر، واهم حاجه هي بعدني على الطريق الخايبه اللي تقدر تواجهها في الحياه. وهذا الشيء هذا من اهم الحوايج اللي يقدر اي واحد خصو يكون مكتسبها باش يكون عنده هدف وطموح ومعنى للحياه ديالو. هاد 7 سنين تعلمت من بزاف ديال الاخطاء وطحت بزاف ديال المرات، ولكن كل مرحله كنت كتعلمني واحد الحاجه جديده. اهم رساله نقدر نعطيها ليك، الوقت غادي يدوز، ولكن انت اللي غادي تختار واش هاد الوقت هذا غتخليه يدوز في حاجه غادي تبنيك ولا في حاجه غادي تخليك ديما نادم. وغتفرح براسك الا كنتي في ذاك الوقت استثمرتي في حاجه تعلمتي منها وطورتي منها راسك. ودابا مازال كنتعلم ومازال كنغلط، ولكن الفرق بيناتهم هو انني كنتعلم من الخطا بسرعه وما عنديش نهائيا النيه باش نرجع للور. وان شاء الله هذه غير البدايه. الا وصلتي حتى لهنا وعجبك الفيديو خلي واحد متابعه للقناه وشاركني الراي ديالك في كومونتير.